نوكيا 8.1، وده الشكل المعتاد لعلب نوكيا. خلينا نفتح العلبة ونشوف فيها ايه. دي ورقة الضمان. أول حاجة الموبايل، الكويك ستار جايد والكلام ده. ده شاحن نوكيا، وده هو شاحن سريع. ده كابل USB تايب سي. سماعات. باكجينج يعني بيزك جدا، ده المعتاد من نوكيا. دي الحاجات الأساسية، مفيش كفر، مفيش الحاجات الإضافية دي. طبعا محبين فتح العلب بيعشقوا صوت فتح اللزقات دي. موبايل راقي جدا، المعدن ده مش اي معدن يعني. شكل نوكيا المعتاد يعني بيزك. اندرويد 1، اندرويد خام بشكل طبيعي. في الفيديو ده هناخد نظرة عميقة على المعالج السناب دراجون 710، بما انه اول مرة تقريبا ينزل في مصر، وهو معالج جديد وهيكون الفترة اللي جاية هو المعالج الرائد في الفئة المتوسطة. وهنخش في شوية تفاصيل تقنية في الموبايل، وكمان هنعمل اختبار العاب بسيط كده، واختبار للكاميرا. كل الحاجات دي هنعملها في الفيديو ده، ومش هنتكلم عليها في المراجعة غير بشكل مختصر. وطبعا هيكون في مراجعة كاملة بقى لبقية الموبايل، ورأيي فيه وهل يستحق الشراء ولا لأ، هتنزل بعد كده ان شاء الله، وهحطها لكم في الايه اللي تظهر فوق لما المراجعه تنزل. وخلينا نبدا بالكاميرا. هنا في كاميرا خلفيه 13 ميجا بكسل بفتحه عدسه اف 1.7 بحجم بكسل 1.4 مايكرون بعدسات زايس، وتقنيه الاو اي اس او المثبت البصري للصوره. ودي حاجه ما بقيناش نشوفها للاسف في الفئه المتوسطه الا نادرا، مع كاميرا ثانويه للعزل 13 ميجا بكسل برضه. الكاميرا الاماميه بقى 20 ميجا بكسل بفتحه عدسه اف 2.0 مع حجم بكسلات 0.9 مايكرون، وفيكسد فوكس مش اوتو فوكس، ومفيش فلاش امامي. بيقدر يصور لحد 4K 30 فريم، وبيصور سلو موشن 120 فريم على فول اتش دي، وده في الكاميرا الخلفيه، لكن الاماميه فول اتش دي بس. دلوقتي هعرض عليكم صور الكاميرا وفيديوهات من الكاميرا، وانتوا اللي تحكموا على اداء الكاميرا. وكمان كل الصور اللي هحطها في الفيديو هتلاقي رابط للصور دي محطوط على الدرايف تحت عشان تقدر تشوف التفاصيل بشكل احسن. لكن قبل ما اوريكم الصور فاحب اعلق تعليقات بسيطه برايي انا. في وجهه نظري الدايناميك رينج في الكاميرا ممتاز جدا، بالذات الكاميرا الخلفيه، والوان الموبايل بتميل للالوان الطبيعيه جدا، يعني مش بتفقع الصور قوي ولا تخليها احسن الوان، بتخليها بالظبط زي الحقيقي. في هنا كمان ميزه التعرف على المشهد اللي هي سين ديتكشن، بس بتبقى عنيفه قوي في تغيير الوايت بالانس. العزل هنا شغال بشكل كويس جدا، بيطلع صور حلوه، لكنه مش افضل حاجه. التفاصيل في الكاميرا الخلفيه فوق المتوسطه، اما الكاميرا الاماميه فتفاصيلها برضو متوسطه. الكاميرات عموما بتميل انها تعمل شاربنس للصوره اكتر، بالذات الكاميرا الاماميه بتعمل شاربنس جدا في بعض الحالات. في وجهه نظري الكاميرا الخلفيه كانت كاميرا مميزه جدا، على عكس الكاميرا الاماميه ما عجبتنيش قوي. والاو اي اس هنا عامل فرق كبير جدا في ثبات الفيديوهات، وكمان في ثبات الصور ما تلاقيش صور كتير مهزوزه. يمكن الحاجه الوحيده اللي اخدها على كاميرا الموبايل ده بالنسبه لي انا ان السوفت وير محتاج يتطور شويه، او معالجه الصور عند نوكيا محتاجه تتطور بشكل اكتر من كده، ان الكاميرا تقدر تطلع احسن كمان من كده. لكن في وجهه نظري عموما الكاميرا الخلفيه من الكاميرات ممتازه جدا في الفئه السعريه دي. اسيبكم بقى مع الصور.
ده تسجيل فيديو على فول اتش دي بالكاميرا الخلفيه للنوكيا 8.1 في ضوء النهار. الجو النهارده فيه سحاب شويه. تقدر بقى تشوف الاهتزاز، طبعا هنا في او اي اس، المفروض الاهتزاز يكون كويس. الالوان، صوتي وانا بتكلم، الكلام ده كله. بس كده. ده تصوير فيديو بالكاميرا الأمامية للنوكيا 8.1. تقدر تشوف الألوان، الصور، صوتي، دايناميك رينج، الكلام ده كله. ده تصوير فيديو بالكاميرا الخلفية لنوكيا 8.1. ده تصوير فيديو بالكاميرا الأمامية للنوكيا 8.1 في ضوء عمود نور تقريبا. نتكلم بقى عن المعالج. هنا عندنا معالج سناب دراجون 710، وده معالج أول مرة نشوفه في مصر. المعالج ده معالج ثماني النواة، بيجي ب6 أنوية من نوع كرايو 360 سيلفر بتردد 1.7 جيجا هرتز، ودول للمهام الخفيفة وأقل استهلاكا للطاقة. وبيجي بنواتين من نوع كرايو 360 جولد بتردد 2.2 جيجا هرتز، ودول للمهام الثقيلة وأكثر استهلاكا للطاقة. المعالج مبني بدقة تصنيع 10 نانومتر، ومعاه معالج رسومي ادرينو 616، وده برضه معالج جديد اول مره نشوفه. لما نيجي نبص على ارقام المعالج ده هنلاقيه بيجيب على انتوتو بنش مارك 171 الف نقطه، مقارنه بالسناب دراجون 660 اللي بيجيب حوالي 140 الف نقطه. لما نتعمق شويه في تفاصيل الارقام دي هنلاقي ان السي بي يو بيجيب رقم 66 الف نقطه، وده تقريبا متقارب جدا مع اللي بيجيبه السناب دراجون 660. لكن الجي بي يو بقى هو اللي بيفرق بفرق كبير جدا. فالجي بي يو هنا بيجيب حوالي 49 ألف نقطة، بينما على سناب دراجون 660 كان بيجيب 27 ألف نقطة. وده يعني إن هو في تحسن حوالي 90% أو قريب من الضعف في الجي بي يو. لما نيجي ننتقل على جيك بنش، وهنا هنختبر السي بي يو بس مش الجي بي يو، بنلاقي ان السناب دراجون 710 بيجيب على جيك بنش في المالتي كور، يعني الانويه المتعدده، 5800 نقطه. وده برضو بالظبط قريب جدا من اللي بيجيبه السناب دراجون 660 اللي بيجيب برضو 5800 نقطه. اما لما نيجي نبص على اختبارات السنجل كور او النواه الواحده، فبنلاقي ان السناب دراجون 710 بيجيب حوالي
1800 نقطة، بينما السناب دراجون 660 بيجيب حوالي 1600 نقطة. وهنا بنلاحظ ان الانوية الجديدة اللي هي 360 دي احسن شوية من الانوية القديمة اللي هي ال 260. وده يخلينا نسأل، طالما الانوية احسن او طالما النواة الواحدة احسن، ليه السكور بتاع المالتي كور قريب جدا من بعضه؟ وليه انتوتو كان جايب ان السي بي يو قريب جدا من بعضه؟ والاجابه هنا ببساطه بتخلينا نرجع لتكوين كل معالج منهم. زي ما قلت لكم من شويه ان المعالج اللي هو 710 بيجي بست انويه اقل استهلاكا للطاقه، وكلهم بيجوا بتردد 1.7 جيجا هرتز، وبيجي بنوايتين بس هما اللي اقوياء واكثر استهلاكا للطاقه، والاثنين دول بتردد 2.2 جيجا هرتز. لما نيجي نشوف السناب دراجون 660 هنلاقيه بيجي باربع انويه قويه اكثر استهلاكا للطاقه وبتردد 2.2 جيجا هرتز، بينما الاربع انواع التانيين بيبقوا اقل استهلاكا للطاقه وبتردد 1.8 جيجا هرتز. والانويه دي كلها من نوع واحد هو الكرايو 260، مفيش بقى جولد ولا سيلفر. بالتالي ده بيورينا ليه المالتي كور او اداء السي بي يو كان متقارب، بينما اداء السنجل كور في ال 710 احسن. بالتالي احنا بنبقى متوقعين اداء يومي في المهام اليوميه متقارب جدا، يمكن حاجه بسيطه قوي اللي هتلاقي السناب دراجون 710 متفوق فيها في التطبيقات اللي بتعرف تستثمر القوه بتاعه السنجل كور. نرجع لبنش مارك تاني وهو ال 3 دي مارك، وده مخصص للجي بي يو بس، واختبار السلينج شوت اكستريم. السناب دراجون 710 قدر يدينا 1832 نقطة على الاوبن جي ال و1744 نقطة على فولكان، بينما السناب دراجون 660 ادانا تقريبا في حدود ال 1300 نقطة. وده بيورينا ان اداء الجي بي يو في السناب دراجون 710 افضل بفرق ملحوظ عن السناب دراجون 660. هل كل الفرق ما بين المعالجين هو ان الجي بي يو احسن؟ لا، فالاس او سي مش كلها جي بي يو سي بي يو بس، في حاجات اضافيه. خلينا ناخد بالنا السناب دراجون 710 من فئه ال 700، ودي فئه اعلى من فئه ال 600، بالتالي بنشوف مودم شبكات احسن. هنا في كات 15، بينما السناب دراجون 660 كان فيه كات 13. السناب دراجون 710 كمان في معالج اي اي او مالتي كور اي اي انجن، يعني معالج اي اي ذكاء اصطناعي متعدد الانويه، وكمان في معالج صور للكاميرا احسن من السناب دراجون 660 وبيدعم عدد ميجا بكسلز اكتر للكاميرا. ده طبعا غير ان هو بدقه تصنيع افضل 10 نانومتر، ده بيخلي فيه استهلاك للطاقه احسن، بالتالي اداء بطاريات افضل. خلينا دلوقتي نشوف اختبار بسيط للعبه ببجي على الموبايل. وبعد ما خلصنا اختبار الالعاب خلينا نختم بنظره بسيطه على الذاكره والرام. وهنا عندنا ذاكره داخليه 64 جيجا من نوع اي ام ام سي 5.1، ودي بتحقق لنا 297 ميجا في الثانيه للقرايه و212 ميجا في الثانيه للكتابه. ودي تعتبر نقطه ضعف شويه في الموبايل، لان في منافسين كتير بيقدموا ذاكره اكبر 128 جيجا ذاكره داخليه وكمان بسرعه احسن او من نوع يو اف اس 2.1 زي الريلمي 2 برو. هل سرعه الذاكره دي حاجه بتفرق قوي؟ الحقيقه انها بتفرق في سرعه فتح التطبيقات، سرعه فتح الملفات، لكن طبعا مش الشيء المهول يعني، لكن ممكن تلاحظها لو انت دقيق شويه. نيجي بقى للرام، هنا عندنا رام 4 جيجا من نوع DDR4X. طبعا 4 جيجا بسعر 6000 جنيه يعتبر برضو نقطه ضعف، لان احنا عندنا خيارات كتير 6 جيجا في الفئه السعريه دي، وعندنا كمان الريلمي 2 برو بيقدم 8 جيجا رام، فكان يفضل ان يكون رام وذاكره اكتر من كده. لكن عموما مفيش حاجه ما فيهاش عيوب. ده كان فيديو النهارده، طبعا في مراجعه كامله زي ما قلت لكم هتكون بقى عن باقي الموبايل وهل يستحق الشراء والكلام ده كله، هتلاقيها فوق في الاي لما انزلها ان شاء الله هحطها، وهحطها لكم برده في الوصف او في كومنت. وبس كده، انا موجود على تويتر @احمد مدحت جدو وعلى فيسبوك @فونفريو كوميونتي. سلام.